السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا انتوا عارفين الست المصرية طول ما هي قاعدة ايدها شغالة في المطبخ بتفكر في اي حاجة تعملها، اي حاجة تتعب نفسها يعني. دي الفكرة. انا هنا كانت عندي المصفاية الصفرة بتاعتي اللي هي كبيرة كده شكلها ضخم بصراحة، فانا قسمتها بالنص. وفي نفس الوقت عندي المطبقية اللي انا بحطها على الرخامة زي ما انتوا شايفينها كده، مفيهاش مصفايات اللي هي بتاعت معالق او حاجة تصفي عليها المعالق. فبعد ما قسمت المصفاية زي ما انتوا شايفين كده، علقت من الجنب ده والجنب ده. هي يعني كانت صعبة شوية في القطع بتاعها، بس سخنت سكينة وابتديت ايه اقطع فيها، فوصلت يعني زي ما انتوا شايفين كده قسمتها بالنص. كان عندي هنا البزين اللي هو بيتقفل بيه ده اي حاجة، مش عارفة والله، هو مش عارفة اسمه ايه بالظبط، يعني هو قفل البلاستيك. تمام. جبته كده زي ما انتوا شايفين، يعني بعلق بيه وبعد كده بقص الحتت الزيادة عشان ما تضايقنيش لما اجي ارصص المعالق، ارصص حاجة على المطبقية ما تضايقنيش. زي ما انتوا شايفين كده حسيت ان هي فرقت بصراحة والمساحة فضيت شوية على الرخامة. يعني انتوا عارفة ان الرخامة بتاعتي يعني مش كبيرة اللي هي كبيرة قوي، بس انا حلوة طبعا وزي الفل بالنسبة لي. فانا برضو عايزة اوسع على نفسي ومش عايزة ابقى فيه كركبة كتير على الرخامة عشان احس بالرخامة اللي انا مركباها. تمام. فعملتها زي ما انتوا شايفين كده، مثلا كنت غاسلة المعالق فكنت حطها على الرخامة لحد ما ايه اخلص المصفاية بتاعتها. فزي ما بعد ما رصصتها كده على المصفاية على المطبقية بصفيهم زي ما انتوا شايفين كده. يعني بصراحة شالت كتير وفرقت في الشكل. كمان جت معايا عكس واحدة عكس التانية، يعني الاتنين مجايونش في نفس الوش لو انا هركبهم في جنب واحد، لكن لازم اركب واحدة هنا واركب واحدة هنا عشان يدينا الشكل المتساوي ده. فاهميني؟ انا مش عارفة انتوا فاهميني ولا لا، بس انا اللي بحاول اوصل لكم المعلومة، بس اكيد باينة قدامكم. بس بصراحة يعني فرقت معايا في الشكل. وهنا كان عندي الليد وقع مني، الدبل فيس بتاعه مش حلو خالص، اللي انا جبته وركبته بيه ما كانش حلو، فاضطريت ان انا اخلعه بقى من الاول. وكان عندي ازازة امير، قلت لحد ما اشوف الدبل فيس كويس او اشوف حاجة ايه تلزقه كويس. بصراحة بيدي منظر حلو جدا للمطبخ، ولو انا بصور او حاجة بتدي اضاءة حلوة، بتفتح الاضاءة. زي ما انتوا شايفين انا كده طافية الليد، بصوا الاضاءة بتاعة التليفون مش مديه اضاءة كويسة، لكن اول ما بشغل الليد مع الاضاءة بتاعة المطبخ بتبقى حلوة. يعني بتفرق بصراحة، الليد بيفرق جدا في المطبخ. يعني انا حاولت الزق كده على قد ما اقدر، جبته على الجنب بحيث ان هو يبقى ايه منور الحتة اللي انا بقف فيها كلها، منور المطبخ كله. بصوا كده هنا الرخامة فضيت بقت حلوة جدا، بقت هادية للعين. فرقت. فانا حتى بفكر اجيب شوية ديكورات هنا، بس مش عارفة ايه هي بصراحة، وفي نفس الوقت خايفة تكون مكلفة. فانتوا قولولي لو في حاجة مثلا مش مكلفة وديكورات حلوة بتدي شكل حلو، قولولي وقولولي اجيبها منين، لان انا هنا مش عارفة حاجات كويس بصراحة، ومش عارفة يعني ايه الديكورات المناسبة للحتة دي هنا. يا رب تكونوا فاهمين. اشوفكم على خير وفي امان الله. السلام عليكم.